ما حج النبي على ظاهرة، ما حج النبي على جمل. قال ولما طاف النبي حول البيت كانت لحيته المباركة أن تصل إلى أسفل رقبة الجمل، كانت تغطي رأسه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرفعها، كان متذللا لله. ولذلك لما نروح الواحد يعني يمسك التليفون يبص على نفسه يصور الكعبة، أنت في مشهد أعظم من التليفونات، أنت في مكان مهيب، أنت في مكان أعلى مقاما من اللي أنت بتعمله كله، أعلى مقاما من الصور ومن الفيسبوك ومن هذه الأمور التي أخذت عقولنا. أنت في مكان أرقى من هذا، أنت في مكان عالٍ. يا أخي لما أسري برسول الله لبص على شباك المسجد الأقصى ولا بص على باب ولا إطلاقا. كان صلى الله عليه وسلم مشغولا بالحدث الذي يعيشه. لذلك لما قالوا له اوصف لنا بيت المقدس يا محمد إن كنت صادقا في مكة، يجيب منين؟ ما بصش على حاجة خالص، لا بص على شباك ولا باب ولا شاف علامات. فقرب النبي كان في شدة فجاءه الفرج. يا جبريل انقل بيت المقدس من مكانه وضعه أمام عين محمد ليصف محمد بيت المقدس لقريش. وانت لو كنت في شدة يا مولانا روح مكة بحق، ربنا خلصك من الشدائد. ولو وقفت على عرفة بحق ربنا خلصك من الشدائد. ولو واحد